يتحصنوا في العمارات في الشقق، وأسروا أهل مصراتة وعائلات مصراتة أصبحت أسيرة الآن. هناك عائلات قفلوا عليها بالإسمنت حتى تموت داخل البيت، عائلات لحموا بابها بالحديد حتى تموت، عائلات قطعوا عنها الماء، عائلات قطعوا عنها الكهرباء، حتى يجبر العائلات ان تنضم لهم بدون قناعة، تنضم لحلف الأقصى، تنضم لحلف النصارى، تنضم للخيانة، تنضم لبيع الوطن، تنضم لتدمير مصراته. مصرات التي فيها المواني الثلاث اللي تغذي بنوبيل وتغذي سرت وتغذي جزان وتغذي حتى طرابلس، وخزانات السلع التموينية تأتي لمواني مصراتة، ومصراتة توزع إلى باقي الجماهيرية حتى سرت هذه في المنطقة هذه حتى جزان. مصراتة فيها أكبر طلعة صناعية الحديد والصلب ملك للشعب الليبي، دمروه الآن، تخندقوا فيه ودمروه، دمروا المواني، استولوا على السلع التموينية مخازنها التي هي للشعب الليبي لأولادكم غذاء أولادكم. لا يمكن نسمح باستمرار مسلسل الشهداء، انه في كل يوم يسقط شهداء سواء من طائرات النصارى او من سلاح الخونة فوق الارض في مصر. لا يمكن نسمح بهذا المسلسل ان يستمر، لا بد ان نضع له حد بعزيمة وبقوة وبحصر مهما كان، لا بد ان نضع حد لهذا المسلسل. هذه مصرات التي يراهن عليها الحلف الأقصي ويراهن عليها الخونة في بنغازي، والرجعية العربية حمير الخليج يراهنون على مصراته. نحن لابد ان نهزم حمير الخليج ونهزم الاعداء في بنغازي، ونهزم الحلف الأقصي بهزيمتهم في مصراته. مصراته لا ينفقوا، ليس لنريد امان ولا سلام اذا كان المدفع في مصراته والقنبله في ترمي على بنوليد. انا اتحدث الى بنوليد بالدرجه الاولى لان هي التي عليها مسؤوليه تحرير مصراته. هناك آلات تتحرك الان من طرهونة ومن سلافة ومن رفعبان ومن الخمس ومن زبيت الشجاعات. حقيقة زبيت اثبتوا شجاعتهم، لانهم عندما كانت هناك مجموعة برشاشات فوزيتا بتعمل مثل عمل مصراته، هاجمتها جماهير زبيتا وضربوا بالرشاشات فوق منهم، حاولوا يخوفوا الجماهير، يخوفوا الناس، وضربوا تحت ضربوا، لم يترددوا، تدفقوا عليهم مثل السور العالم حتى قبضوا عليهم وفكوا منهم الرشاشات. هذا يجب يحصل في المصرات. الوليد لابد ان تتحرك على ذكرة ابيها، ما نبوش من الوليد، ما يحكم من الوليد، احنا ما بنقولها يحرروا مصراته ونعيشوا فيها وهم عاشوا حياتهم. اما نعيشوا في مصراته، نعيشوا في الوليد ومصراته محتلة والعدو يعملها قاعدة، ليس كما حرية ولا حياة ولا هناء ولا سلام اذا كانت مصراته قاعدة العدو. اذا دفاعا عن الوليد ان احنا نحرر مصراته ونأمن مصراته. في هذه الحالة سيكون الفضل لابناء الفلة في تحرير مصراته، وسيعترف اخوانكم في مصراته الى يوم القيامة بهذه الجميل، وسوف لا يرفع راسهم امامكم اعتراف بالجميل وخجل منكم وعرفان لجميلكم وتضحياتكم، لانكم انتم بتحرروهم، بتحرروا مدينتهم، بتحرروا مصراته، بتحرروا عائلات مصراته، اولاد مصراته، اخوتنا بتحرروهم. سيكون الفضل ليكم في تحرير مصراته، وستبقى مصراته مدانة لكل بهذه الجميلة يوم القيامة. حبوا رجال ونساء، انا احيي 1000 مرة دورة السلاح في الوليد، واعرف ان الان ليست 1000 ولا آلاف من النساء، احنا بنذهب رجال ونساء بعشرات الآلاف من الوليد بالذات، زائد المدن الاخرى.
تزحف معكم كورة، وتزحف معكم زبيكة والخلص والطاحونة والسلاتة والأنامرة والصفات، هذه كلها تستعد لها للزحف. ولكن المقدمة لديها بالوجيه، الفضل الإبليس يرجع لبنيه. يا ويلكم يا ابناء الصيفة يا الصوبة، يمكن اللي قال فيكم الشاعر يبدو انه القذافي قال جاء خبار من وادي وليد جاب اخبار حق المكتبات، قال الخوت كانوا في رغيد جابوا لهم حال البلاد من بليات، راح منهم قال يا خير، راح منهم قال يا زيد حد الباب اللي محبسات، رد الحاكم قد الجيد تراجع من السحابة ونزل ظهرت فيه مكفول الأمين هلل العذارى غالبات. هذا الحبس كان فيه دراسة بين مكسور بين حاجات عادية بس كان محبسين، وجات المحلة وبقوا ضغطت ساعة الجد كان طلعنيها مبكي وبحميهم قال يا زيد سد الباب اللي محبسات، ابدا عليهم الباب لقوا المحبسه ووزع عليهم السلاح، طق الحاكم طق الجيب طرابع من سحابه نزلت ظهرت فيه مدخول من ثانيه العذارى طيبه. بل هذه معك هذه معك تحل ما فيش امر، هلا والعذارى طيبه ما عندكمش امر من الزحف على مصراكه. لما تراجع ابدا بالمصارعة سوف نتقدم لاتساع برغانسي كذلك، لن نترك بلادنا تحت القصف دائما في كل يوم وفي كل نهار، قصف مستمر، إهانة لنا، طائراتهم تتجول في سمائنا، رجال يريدون الرجال لنا، احنا سنتحداهم بالالاف المؤلفة، ليس بجيش نظامي محدود. الشعب هذه معركة بنريد هذه معركتها. أقول لكم أنني إذا بقيت على قيد الحياة أنني سوف أكون أبا لكل الأبناء الذين يفقدون آباءهم في المعركة، وسوف أكون ابنا لكل أب وأم فقدوا ابنائهم في هذه المعركة، وأكون أخا لكل أخ وأخت فقدوا أخاهم. من عائلات الشهداء سوف تكون مصونة ومرعية ومحمية ومكرمة ومعزة دائما، وسوف لن يلحق بهم العوز ولا تلحق بهم أي حاجة من حاجات الدين. من واجبنا أن نقوم بذلك حيانا وهم من حقهم. سوف يكونوا معززين ومكرمين غير محتاجين إن شاء الله. فلا تحزن هذه العائلة لم يلحق بها العوز، عليها أن ترفع الرأس، ابناؤها شرفوها.